ليه جروس هو الاختيار الامثل للزمالك في الوقت الحالي؟ على الرغم من طرح اكتر من اسم لتولي تدريب الزمالك زي ميكالي وجوزيف زيمباور، الا ان بالنسبه لي كان الاختيار الامثل هو جروس، وده لعده اسباب. اولا الوقت، احنا في نص الموسم، الزمالك ما عندوش رفاهيه الوقت انه يجيب مدرب جديد ما يعرفش اي حاجه عن النادي ولا عن اللعيبه ولا على ظروف الدوري بشكل عام، ويبدا شغل من الصفر. ده كان هياخد وقت كتير جدا، وكان ممكن يكلفك انك تطلع من الموسم خسران كل حاجه. ولكن بالتعاقد مع جروس انت قصرت كل المسافات دي. مدرب جاي اشتغل في النادي قبل كده، حقق نجاحات، عارف ظروف النادي كويس وعارف النادي وعارف المنافس، هيجي يشتغل على طول. جروس مع الزمالك في الولايه الاولى قدر يحقق بطوله قاريه مهمه جدا زي الكونفدراليه. اما على المستوى المحلي فقدر يحقق كاس السوبر المصري. جروس في الولايه الاولى مع الزمالك لعب 49 مباراه، حقق الفوز في 30، اتعادل في 13، وخسر 6 مباريات فقط. اما على المستوى الهجومي للزمالك مع جروس، فجروس قدر يحقق في ال 49 مباراه 90 هدف، وده خير دليل على الشراسه الهجوميه اللي عند الراجل. اما على المستوى الدفاعي ففي 49 مباراه استقبل 40 هدف، ده معدل مش بطال. اما على مستوى تطوير اللاعبين فجروس قدر يطلع اعظم نسخه من عبد الله جمعه بتغيير مركزه من وينج لباك شمال، ده غير اوباما وسيء الذكر كهربا. فبالنسبه لي الاداره غلطت في ملف رحيل جوميز وطلعت هاجمتهم، ولكن نجحت في ملف التعاقد مع جروس. من حيث الوقت احنا يعتبر لعبنا مباراه واحده بدون مدرب. تاني حاجه على مستوى اختيار جروس شخصيا، في النهايه مفيش ضمان لنجاح او فشل الراجل، ولكن كل دي عوامل كانت كفيله ترجح كفته عن كل المرشحين.